السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم اخوكم الدكتور محمد حمدي، وباذن الله ولاد هكون معاكم في شرح ماده الفسيولوجي. مبدئيا حابب اقول لكم ان انا لما بصيت على داتا الكليه لقيت ان المحاضره كان شكلها يعني للاسف ما شجعش خالص. فحبيت ان انا اعمل لكم ذكريات بحيث انها هتسهل عليكم وتكون منظمه اكتر، وتكون شكلها يعني يفتح نفسك ان شاء الله على المذاكره. تمام. فالمذكرات دي هتكون هي مصدر شرح ده اللي انا هشرح منها، وفي نفس الوقت اوفرها ليك في المكتبه بحيث ان انت تاخدها برده وان شاء الله تعرف انك تذاكر منها. وطبعا فكره انك تذاكر من نفس المصدر اللي هتسمع منه دي من الحاجات اللي بتثبت المعلومه وتخلي المذاكره بالنسبه لك اسرع. تمام. فالنهارده ان شاء الله احنا هنتكلم مع بعض عن introduction، هنتكلم مع بعض عن مقدمه كده لعلم الفسيولوجي. تمام. النهارده احنا هنتكلم عن شويه مبادئ مهمه جدا. هنتكلم عن حاجه اسمها الهوميوستيزيس. الهوميوستيزيس ازاي جسمك بيحافظ على البيئه الداخليه بتاعته. تمام. وهنتكلم عن وظائف اصغر حاجه موجوده في جسمك. انت عارف ايه اصغر حاجه في جسمك؟ اصغر حاجه في جسمك هي السيل. السيل اللي هي الخليه، دي اصغر واحده في جسمك. تمام. دي الوحده الفانكشنال والستراكشر، الوحده الوظيفيه والوحده التركيبيه. فهنخش جوه الخليه دي، نعمل زوم ان كده. تمام. ونبص على كل الحاجات اللي موجوده جوه. هتلاقي اورجانيلز كده صغيره. تمام. حاجه زي الميتوكوندريا، حاجه زي الراف اندوبلازم كريتيكولم، شويه اورجانيلز كده ان شاء الله هنتعرف عليها ونعرف كل الوظائف بتاعتها بحيث ان احنا ندرس الموضوع من تحت لفوق، من الحاجات الصغيره للحاجات الاكبر وهكذا. تمام. ولكن قبل ما نبدا المحاضره بتاعتنا حابب ان انا يعني اديك كده كام معلومه ظريفه قوي بالنسبه للفسيولوجي. الفسيولوجي يا ولاد انا بسميها فاكهه الطب، يعني هي دي الفاكهه اللي انت الماده اللي هتسمعها هتكون مبسوط، هتكون مستمتع وانت بتسمعها. هتلاقيك دايما في معلومات جديده تسمعها، مفيش محاضره تعدي حرفيا غير وضايفه لك معلومات او ضايفه لك حاجات تستخدمها سواء في حياتك كدكتور ان شاء الله، او معلومات تفيدك حاجه تستمتع انك اصلا تعرفها. تمام. وكمان عايز اقول لك ان الماده دي هتقربك جدا لربنا بفكره ان انت بتخش جوه جسم الادم ده وتبدا تشوف النظام والسيستم الدقيق جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل جسمنا عليه. فلما تشوف ده هتبدا فعلا تقول سبحان الله، يعني واو، دي الفكره. تمام. حابب اقول لك مثلا يعني معلومات كده بسيطه. ان تخيل كده ان جسمك فيه شويه اعصاب. الاعصاب دي يا ولاد هي المسؤوله عن نقل الاشاره الكهربيه جوه جسمك. تمام. انت متخيل بقى ان سرعه نقل الاشاره الكهربيه جوه جسمك بتوصل ل 120 متر في الثانيه؟ انت متخيل يعني ايه 120 متر في الثانيه؟ ده نفس سرعه السياره البوجاتي اللي هي حاليا الاسرع في العالم. انت متخيل ده موجود جوه جسمك؟ عندك مثلا القلب بتاعك. القلب بتاعك بيدق في اليوم الواحد، في الوان داي، اكتر من 100,000 مره في اليوم الواحد. معدل ضربات قلبك في الدقيقه حوالي من 60 ل 100. تمام. فلو خدت الافريج كده وحسبت في اليوم 24 ساعه هتلاقي قلبك بيدق في اليوم الواحد اكتر من 100,000 مره. الكليه بتاعتك بتفلتر في اليوم الواحد 180 لتر دم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. فالفسيولوجي جميل، هنتعرف على معلومات كتير قوي، هنتعرف على حاجات ان شاء الله هربطها لك بالكلينيكال دايما. احنا ليه بندرس ده وهقول لك احنا ازاي ممكن ناخده بشكل كلينيكي والتدريب الواقعي بتاعه. فنستعين بالله كده يا ولاد ويلا بينا نبدا بسم الله. في الاول كده بيقول لك ايه تعريف كلمه فسيولوجي؟ فسيولوجي ببساطه هو علم وظائف الاعضاء، العلم اللي بيتناول الوظيفه بتاعه كل اعضاء جسمك. مثلا القلب بتاعك ايه وظيفته؟ طب بيعمل ايه بالظبط؟ طب الكليه بتاعتك ازاي بتفلتر الدم؟ طب الرئه ازاي بتشتغل؟ ازاي الجهاز العصبي بتاعنا بيقدر ان ينقل الاشارات الكهربيه بالسرعه الفائقه اللي أنا قلت لك عليها دي؟ كل ده ان شاء الله هنعرفه. تمام. فالفكره ببساطه ان علم الفسيولوجي هو بقى يفسر لك كل الكلام ده، ازاي جسمك بيشتغل وايه وظيفه كل اورجان، ايه وظيفه كل عضو في اعضاء جسمك. تمام. فبيقول لك ان الفسيولوجي هو الساينس، العلم اللي concerned about studying البادي systems action، اللي مهتم بدراسه الاكشن بتاع البادي سيستم. يعني اجهزه الجسم مختلفه زي مثلا الجهاز العصبي. تمام. بيشوف ايه الاكشن بتاعه، ايه الحاجه اللي بيعملها. تمام. وازاي بيعملها. تمام. ده ببساطه الفسيولوجي. وبيبدا يدرس لك الهارموني سيمفوني. والله الكلمه جميله، هارموني سيمفوني، يعني ببساطه السيمفونيه بتاعه التكامل والتناغم ما بين اعضاء جسمك المختلفه. ما انت خليك عارف حاجه، ان جسمك كل اعضائه مرتبطه ببعض، يعني مفيش عضو كده هو مع نفسه بيسرح بخياله بيشتغل وقت ما يعوز ويبطل وقت ما يعوز. الكلام ده مش في جسمك. جسمك كل اعضاء جسمك مرتبطه ببعض. هتلاقي ان مثلا يعني هديك مثال بسيط. لما انت مثلا بتتعصب، تمام، او وانت بتجري، تمام، الجهاز اللي عندك فيه جهاز اسمه الجهاز السمبثاوي.
الجهاز السمبثاوي بيشتغل لما انت مثلا تكون في ستريس، داخل مثلا امتحان او بتجري او ايا كان اي حاجه تخلي جسمك في حاله الخطر، تمام. فجسمك بتلاقي ان كل اعضاء جسمك بتستجيب بشكل كويس جدا مع الحوار ده. هتلاقي مثلا ان القلب بتاعك، القلب، تمام، هيبدا ان هو يزيد ضربات قلبك جدا. هتلاقي ان ضربات قلبك زادت، تمام. القلب رقم واحد هيزيد ضربات قلبه. تاني حاجه الرئه، تمام، اللنج، هتبدا انها تزود معدل التنفس. هتلاقي الرئه بتاعتك عمال تتنفس بسرعه جدا، تبقى تلاقيك عمال تاخد نفسك بسرعه، تمام. دي تاني نقطه. تالت نقطه، هتلاقي ان انت الغدد بتاعتك، الغدد نفسها تشتغل. هتلاقي ان الغدد المسؤوله عن العرق هتشتغل، هتلاقيك بدات تعرق، تمام. هتلاقي في نفس الوقت ان في عندك غدد تانية جوه جسمك بتشتغل، زي مثلا الغده اللي فوق الكليه كده بتطلع لك هرمونات زي الكورتيزول. الكورتيزول ده هرمون برضو من هرمونات الطوارئ، بتطلع علشان تسعفك وهكذا. فهتلاقي ان في تناغم ما بين اجهزه جسمك كلها، وكلها بتتحد طبعا علشان انت تقدر تعدي الموقف ده، او تقدر ان انت تتاقلم يعني، وتبقى الدنيا معاك كويسه، تمام. فهو العلم بيدرس وظائف الاعضاء زي ما قلنا، وهو بيستدي هاو هيومن بودي وركس، ازاي جسمنا بيشتغل، تمام. طيب احنا يا جماعه بعد كده ما عرفنا مقدمه ويعني ايه فيسيولوجي والكلام ده كله، تعالى بقى نخش على اول كلمه مهمه في الفسيولوجي، وهي الهوميوستيزس. الهوميوستيزس معناها ببساطه ان البيئه الداخليه جوه جسمك تفضل ثابته. يعني ايه البيئه الداخليه؟ يعني مثلا انت درجه حراره جسمك 37 درجه، جسمك عاوز ان درجه حراره جسمه تفضل مهما كانت الظروف 37. يعني يا رب تكون انت في القطب الشمالي او تكون عند خط الاستواء، انا عايز ان انا احافظ ان انا اكون قريب جدا من 37. طيب ازاي؟ نفترض ان انت عند القطب الشمالي. القطب الشمالي الجو ساقع جدا، تمام. درجه حراره جسمك ايه اللي هيحصل لها؟ بدل ما هي 37 هتبدا تقل شويه. مجرد ما تقل عن ال 37 هتلاقي ان جسمك هيبدا يرتعش. ممكن بعض منكم يلاحظوا الموضوع ده في الشتاء، ان لما يكون الجو بيكون ساقع قوي تلاقيه بيرتعش كده، تمام. ايه سبب الرعشه دي؟ الرعشه دي فكرتها ببساطه ان العضلات بتاعتك لما ترتعش بيحصل فيها كونتراكشن وريلاكسيشن، تنقبض تنبسط، تنقبض تنبسط. طيب الانقباض والانبساط ده بينتج عنه هيت، بينتج عنه حراره. العضلات بتاعتك فيها حاجه اسمها ميتابوليزم، لما بتبدا يحصل لها ميتابوليزم، لما بيحصل ايض جواها بتبدا تنتج طاقه، تمام، ويبدا يطلع منها حراره. فالحراره اللي بتطلع نتيجه انقباض العضلات دي بتبدا انها تدفي جسمك شويه، تمام. وهكذا انت جسمك هيبدا يرتعش، ولما يرتعش عضلاتك دي طبعا هتبدا تطلع لك حراره، فجسمك يدفى. يبقى انت كده نوعا ما قدرت انك تعلي درجه حراره جسمك شويه، تمام. وحاجه كمان بتحصل ان انت لو انت عندك مثلا ده السكن، ده السكن اللي هو الجلد بتاعنا، تمام. الجلد بتاعنا بيكون ماشي تحته اوعيه دمويه بالشكل ده. الاوعيه الدمويه دي بيكون ماشي فيها دم عادي جدا. وخد قاعده بقى، كل ما الاوعيه الدمويه اللي ماشيه تحت الجلد توسع، تمام، وكل ما توسع وكل ما يمشي فيها دم اكتر، ده هيساعد في ان درجه حراره الدم اللي ماشي فيها يقل. يعني ايه؟ برضو بالراحه كده. دلوقتي نفترض ان الدم ده ماشي في وعاء دموي رفيع، تمام. الطبيعي ان الاوعيه الدمويه اللي ماشيه تحت الجلد بتبدا انها تفقد الحراره عن طريق السكن. يعني في درجه حراره هنا في الاوعيه الدمويه هتبدا تطلع لبره للهواء الخارجي عن طريق الجلد بالشكل ده. انا كده بفقد حراره، تمام. طيب لما انا اعمل حاجه اسمها فازو دايلاتيشن، لما اوسع الوعاء الدموي هيمشي فيه دم اكتر، وبالتالي كميه الحراره اللي بتفقد هتبقى اكتر. فاهم الفكره؟ فعلشان كده من الحاجات اللي جسمك بيعملها انه بيعمل لك بقى حاجه تانية خالص. بيعمل لك ايه؟ بدل ما يعمل فاز ديلاتيشن ويزود الفقد بتاع درجه الحراره وبالتالي جسمك هيبدا يبرد، انا مش عايز ده. انا هعمل حاجه تانية اسمها فازو كونستريكشن. هضيق الوعاء الدموي، هيبقى ضيق بالشكل ده. لما يضيق هيمشي فيه كميه دم قليله، وبالتالي الفقد بتاع درجه الحراره هيكون قليل خالص، وبالتالي هقدر احتفظ بدرجه الحراره دي لجوه. يبقى تاني حته الوعاء الدموي دي مهمه قوي. الوعاء الدمويه اللي ماشيه تحت الجلد عندك حاجتين، يا اما تضيق يا اما توسع. لو وسعت وتوسع امتى؟ بتوسع لما الجو بيكون حر، هقول لك دلوقتي. بتوسع لما الجو بيكون حر، وبتضيق لما الجو بيكون ساعه، تمام. طيب لو الجو حر بتبدا انها توسع، فلما توسع تبدا تفقد حراره اكتر للجو الخارجي، وبالتالي درجه حراره جسمك بتقل، تمام. ده في الجو الحر بحيث ان انا اخلي درجه حراره جسمك تقل. في جو الساعه بعمل فازو كونستريكشن بحيث ان انا اضيق الاوعيه الدمويه، فاقلل كميه الحراره اللي جسمك بيفقدها، تمام.
يبقى دي الحاجات اللي جسمك بيعملها. يبقى احنا قلنا في الجو الساقع في القطب الشمالي هتلاقي ان بيحصل شيفرنج، انك بترتعش. تاني حاجه ان بيحصل عندك فازو كونستريكشن، ان انت بتقلل فقط درجه الحراره. طيب نفترض ان انت الجو حر، انت مثلا في الصيف ولا حاجه والجو حر، تمام، او عند خط الاستواء ايا كان، يعني الجو حر عامه، ايه اللي هيحصل؟ رقم واحد، هتعرق، هيحصل سويتنج. هتبدا تعرق. العرق ده مهم جدا. العرق ده معناه ان في ميه بتطلع من جسمك، ومعناه ان هيحصل رطوبه للجلد بتاعك. ده هيساعد على فقد درجه الحراره، وان جسمك درجه حرارته تقل. تمام، يبقى العرق من الحاجات المهمه جدا، انها بيرطب جسمك وبيخلي درجه حراره جسمك تقل. تمام. تاني حاجه ان انت لسه قايلها لك، هيحصل عندك فازو دايليتيشن، هتوسع الرعايه الدمويه. تمام، ولما توسع هتزود فقد درجه الحراره، وبالتالي ترجع للطبيعي. ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ اللي انا عملته دلوقتي اسمه هوميوستاسيس. يعني انا حافظت ان درجه حراره جسمي تفضل 37، ما تزيدش عنها وما تقلش عنها مهما كانت الظروف. مهما كانت الظروف. تمام. طبعا الموضوع within limits، في ليميتس معينه طبعا ما تقدرش انك تعديها، ولكن جسمك بيحاول دايما ان يفعل اقصى ما بيسعه. تمام. تعالوا بقى نقرا. يقول لك الهوميوستاسيس هو keeping الانترنال environment constant، انك تخلي البيئه الداخليه بتاع جسمك ثابته. تمام. زي ما قلت لك، زي درجه حراره جسمك تبقى 37، البي اتش بتاع جسمك مثلا ان هو يفضل عند 7 و4 من 10. ارقام تانية كتيره بقى، ان ضغط جسمك، الضغط بتاع جسمك يبقى 120 على 80، ضغط الدم، البلاد بريشر. جسمك بيفضل دايما بميكانيزمات معينه ان شاء الله هنعرفها قدام كلها، انه يقدر يخلي الحاجات دي ثابته. تمام. فبيقول لك ان انت بقى ان انت تخلي الكومبوزيشن، التمبرتشر، درجه حراره جسمك. تمام. البادي فوليومز اللي هو السوائل اللي موجوده في جسمك. خليك عارف معلومه، ان تقريبا 60% من جسمك عباره عن ميه. 60% من جسمك عباره عن ميه. تمام. دي ان شاء الله قدام هنفسرها اكتر، ولكن خليك عارف بس دلوقتي كمعلومه. فجسمك بيحاول دايما ان يحافظ على النسبه دي، ان النسبه دي ما تزيدش وما تقلش. تمام. بس فيقول لك ان الحاجات دي not changed significantly under normal conditions، ان الحاجات دي تفضل ثابته، ان جسمك يحافظ ان البيئه الداخليه دي تفضل ثابته وما تتغيرش. تمام. بعدين بيقول لك والله ان جسمك فيه thousands of control systems، في يعني يعتبر الاف من اجهزه التحكم جوه جسمك. تمام. اللي بيوبريت الهارموني ومينتين الهوميوستاسيس، اللي بيظبط بقى موضوع التناغم ده والهوميوستاسيس، وان البيئه الداخليه تفضل ثابته. تمام. السيستمز دي عباره عن ايه؟ عباره عن كيميكالز، مواد كيميائيه معينه. نيرفس، الجهاز العصبي عندك ليه دور مهم جدا. هرمونال، بعض الهرمونات. كل الحاجات دي تشتغل علشان البيئه الداخليه عندك تفضل ثابته. تمام. طيب احنا كده خلصنا الهوميوستاسيس، وده يعتبر المقدمه بتاعتنا. هنتكلم بقى دلوقتي عن السيل، الخلايا بتاع جسمنا. ولكن في الاول هقول لك ان معظم الكلام المكتوب هو تحسه فيه شويه زيادات، فانا هركز معاك على المهم، هركز معاك على النقط اللي بتيجي في الاسئله. انت اللي يهمك في السيل، اللي يهمك في الخليه، اهم حاجه الفانكشن. ايه وظيفه الاورجانيل ده؟ والله ايه وظيفه الرف اندوبلازميك ريتيكولوم؟ ايه وظيفه النيوكليس؟ اهم حاجه هي الفانكشن. هتلاقي ان في كلام كتير قوي، كلام اكتر هيميل ناحيه الهيستولوجي، اللي يشرح لك الحاجات دي شكلها عامل ازاي تحت الميكروسكوب، ولكن ده من الصعب جدا ان يسالك فيه في الفسيولوجي. تمام. فانا هركز معاك ان شاء الله ان اقول لك الحته المهمه والمواضيع بتاعت الامتحان. تمام. اول حاجه بقول لك السيل، الخليه عباره عن ايه؟ هي السمولست يونت اوف ان اورجانيزم، هي اصغر حاجه في الكائن الحي. تمام. وبقول لك ان هي الاستراكشرال والفانكشنال يونت اوف هيومن بودي، هي الوحده التركيبيه والوحده الوظيفيه. الخليه الواحده ممكن تقوم زي ما قلت لك بكل الوظائف الحيويه، عشان كده قلنا ان هي الفانكشنال يونت. تمام. بس بقول لك ان هي capable of carrying out the basic and essential functions of life، هي قادرة لوحدها انها تقوم بالمهمات الاساسية علشان الحياة. بعدين في الكام سطر دول بيشرح لك فكرة بسيطة، ان والله الخلية بتاعتك لما يبقى عندك خلية مع خلية، لما يتجمعوا بعض كتير هيعملوا لك، تمام، حاجة اسمها تيشو. تمام. دي كده السيل ودي تيشو. النسيج مع نسيج هيندمج مع بعض وهيعمل لك حاجة اسمها اورجان. تمام. اورجان اللي هو عضو زي القلب مثلا، يعني الخليه بتاعه القلب لما تندمج مع بعض هتعمل لك التشو، النسيج بتاع القلب. طب النسيج بتاع القلب ده لما يتحد كله مع بعضه هيعمل لك الاورجان نفسه، اللي هو العضو، اللي هو الهارت، الهيومن هارت، القلب بتاعنا. تمام. طيب العضو ده لما يتحد مع اعضاء تانية، زي مثلا الاوعيه الدمويه مثلا، لما يتحد السيستم ده مع بعضه هيعمل لك سيستم، يعني نظام كامل اللي هو الدورة الدموية.
اسمه circulatory system. circulatory system اللي هو جهاز الدورة الدموية. فبيقول لك ان الكومبلكس ستراكشر اوف ليفينج اورجانيزم، يعني التعقيد اللي موجود في الكائن الحي ده عباره عن كومباينيشن، دمج اوف سمبلر ستراكشر، انك في حاجات بسيطه قوي، ستراكشرز بسيطه قوي، تركيبات بسيطه اللي هي ابسطهم الخليه بيتحدوا مع بعض يعملوا كومباينيشن لحد ما يكونوا لك اجزاء اكبر. تمام. الخليه تتحد، لا بعد كده الخليه تتحد تعمل لك ايه؟ تعمل لك تيشوز. تمام. تعمل لك انسجه زي السكيلتال تيشو، النسيج العضلي، او النيرف ترانك اللي هو جزء يعني من النسيج العصبي، وهكذا. تمام. النسيج مع نسيج يتحد ويعمل لك اورجان، عضو. العضو مع العضو يتحد ويعمل لك سيستم. دي الفكره ببساطه. تمام. الموضوع بيبدا بخليه، الخليه تعمل لك تيشو، التيشو يعمل لك اورجان، والاورجان مع اعضاء تانية يعمل لك سيستم. تمام. بس هقول لك سيستم زي ايه؟ زي الريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي، او الدايجستيف سيستم، الجهاز المسؤول عن الهضم، الجهاز الهضمي، او السيركيليشن اللي هو الجهاز بتاع الدوره الدمويه. تمام. دلوقتي بقى هنبدا نتكلم على المين ستراكشر اوف ذا سيل، ايه التركيب بتاع الخليه. تمام. لو انت بصيت على اي خليه كده بالشكل ده، هتلاقي انها من بره ليها غشاء. الغشاء ده اسمه السيل ممبرين. السيل ممبرين. تمام. السيل يعني خليه، ممبرين يعني غشاء، فالسيل ممبرين هو الغشاء الخلوي، الغشاء بتاع الخليه. تمام. ده موجود في كل الخلايا بتاع جسمك، ليها سيل ممبرين. والسيل ممبرين بيكون عباره عن طبقتين، بيكون باي لاير. باي يعني ثنائي، لاير يعني طبقه، فباي لاير يعني ليه طبقتين، ثنائي طبقه او ثنائي طبقتين يعني ليه طبقتين، عباره عن 2 layers. تمام. فتلاقينا بتكون من اول حاجه السيل ممبرين، وهتلاقي عندك بعد كده النواه اللي اسمها النيوكليوس. نيوكليوس. تمام. بعد كده هتلاقي ان في عندك سائل موجود في المسافه اللي في النص. تمام. في الجزء ده كده السائل الموجود جوه ده اسمه السيتوبلازم. تمام. وعندك طبعا اورجانيلز تانية. اورجانيل يعني عضي، اللي هو يعني عارف عضو ده معناه عضو كبير، زي مثلا المعده، الكبد، القلب، ده اسمه عضو. تصغيرها عضي. عضي اسمها اورجانيل، يعني اورجان يعني عضو كبير. اورجانيل يعني عضي او تصغير عضو. تمام. وخدها قاعده، اي كلمه اخرها ال معناها تصغير. اورجان تصغيرها اورجانيل. طيب اورجانيلز برضو زي ايه؟ زي مثلا هتلاقي عندك حاجه مشهوره قوي اسمها الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي مصنع الطاقه بتاع الخليه. هتلاقي عندك حاجات مثلا زي الرف انتوبلازميك ريتيكولم، دي ان شاء الله هوريك رسمه لها دلوقتي كلها. تمام. والسموث اندوبلازميك ريتيكولم وحاجات تانية كتيره. تمام. فدي يعتبر التركيب بتاع الخليه. فتعالى يلا اوريك الرسمه بتاعه السيل، الرسمه بتاعه الخليه، وهقول لك الوظيفه بتاعه كل حاجه موجوده جواها. دي كده يا ولاد شكل الخليه بتاع جسمنا. الخليه بتكون عباره عن زي ما قلت لك تشبيحه، اكتر تشبيه ليها بجد هي القلعه. تمام. القلعه دي بيكون لها اسوار، بيكون لها سور. السور اللي بره ده كده اسمه السيل ممبرين. السيل ممبرين اللي هو الغشاء بتاع الخليه. تمام. ده كده اول حاجه، ده السور بتاع الخليه اللي اسمه السيل ممبرين. بعدين عندك شويه حاجات كده جوه كتيره كده. تمام. اسمها السيل اورجانيلز. اورجانيلز تصغير اورجان. اورجانيل يعني عضي، يعني عضو صغير. تمام. اللي هي بقى النيوكليوس والراف اندوبلازميك ريتيكولم، ميتوكوندريا، الحاجات دي كنا نتكلم عنها. تمام. فانت عندك بشكل عام الخليه عباره عن جزئين، عباره عن سيل ممبرين، ومن جوه عباره عن اورجانيلز. اورجانيلز كده زي النيوكليوس اللي هي النواه، زي مثلا الميتوكوندريا اللي هي مصنع الطاقه جوه الخليه، والحاجات دي كلها اسمها اورجانيلز. وفي النص كده، في المسافه اللي في النص دي كده، عندك سائل كده. السائل ده اسمه السيتوبلازم. اسمه السيتوبلازم، ده السائل اللي موجود جوه الخليه، ده الميه بتاعت الخليه اسمها السيتوبلازم. تمام. طيب نتكلم اول حاجه يا ولاد عن السيل ممبرين. السيل ممبرين لو انا بصيت عليه هلاقيه عباره عن طبقتين. هتلاقيه عباره عن طبقتين كده، مش طبقه واحده، عباره عن طبقتين. فمثلا ناخد قطاع عرضي فيه بالشكل ده، هتلاقيه عامل كده. تمام. والطبقتين دول لما جينا بصينا على الاستراكشر او التركيب بتاعهم لقيناهم عباره عن ليبيد. فتسمى ليبيد باي لاير.
ليبيد يعني دهون، لاير يعني طبقه، باي في اللاتيني يعني اتنين، فده عباره عن طبقتين من الدهون، طبقه بره كده وطبقه جوه، فتسمى ليبيد باي لاير، يعني طبقتين من الدهون. ولقينا ان في النص كده، في نص الدهون دي او في نص الليبيد ده، عندك شويه بروتينات، شويه بروتينات عامله كده. في بروتينات بتكون بره فتسمت بيريفرال بتكون بره، تمام، بيريفرال بروتينز. وفي بروتينات بتخترق السيل ممبرين اسمها انتجرال بروتينز، يعني انتجرال يعني ما بين الليبيد نفسه، فاسمها انتجرال بروتينز، دي موجوده او بتخترق السيل ممبرين كله. مش مهم التفاصيل دي دلوقتي، هنتكلم عنها كمان شويه، ولكن عاوزك تعرفوا ان والله السيل ممبرين عباره عن طبقتين، عباره عن ليبيد باي لاير، طبقه بره وطبقه جوه، تمام. وما بين الليبيد ده هتلاقي عندك شويه بروتينات، في بروتينات بتكون بره وفي بروتينات بتخترق السيل ممبرين كله، تمام. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن السيل ممبرين. تاني حاجه هنتكلم عنها وهي النيوكليوس. النيوكليوس اللي هي النواه. النواه بيكون موجود جواها حاجه مهمه جدا اسمها الدي ان ايه. الدي ان ايه اللي هو الماده الوراثيه بتاعه جسمنا، دي اللي فيها كل الصفات بتاعتنا. انا طولي كام سنتي، انا هيبقى شكل ملامحي عامله ازاي، وشي هيكون عامل ازاي، جسمي هيكون معضل او لا، ده كله موجود في الدي ان ايه، ده كله موجود في الدي ان ايه، كل حاجه خاصه بجسمك وبكل تفاصيلك موجوده في الدي ان ايه بتاعك، تمام. فاول حاجه موجوده جوه النواه هي دي ان ايه. تاني حاجه ان النيوكليوس، النواه، موجود جواها النويه اللي اسمها النيوكليولس. نيوكليوس تصغيرها نيوكليولس، تمام. النيوكليولس اللي هي النويه، يعني نواه صغيره. النيوكليولس يا ولاد ليها مهمه، انها مسؤوله عن تصنيع السبستانس بتاع الرايبوزومز. الرايبوزومز سب يونتس. يعني ايه الريبوزوم ده؟ هقول لك كمان شويه ان ده المسؤول عن تصنيع البروتين، تمام. عشان تصنع بروتين لازم يكون عندك الريبوزوم. الريبوزوم ده عباره عن تو سب يونتس، يعني عباره عن وحدتين، وحده كبيره، وحده بيكون شكلها كبيره كده لارج سب يونت، وسمول سب يونت. الوحده الكبيره بتكون تحت والسمول فوق، تمام. فهو عباره عن لارج سب يونت وسمول سب يونت. المسؤول بقى عن تصنيع السب يونتس بتاعه الريبوزوم ده هو النيوكليولس. فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي النيوكليولس، تمام. فتاني يا ولاد النيوكليوس موجود جواها حاجتين مهمين، موجود جواها الدي ان ايه. الدي ان ايه اللي هي الماده الوراثيه، الهيريديتاري ماتيريال بتاعتنا، تمام. والماده الوراثيه مسؤوله عن الصفات بتاعتنا وكل حاجه عننا، وكمان مسؤوله عن السيل ديفيجن، انقسام الخليه. الخليه بتاعتك مسؤوله انها تنقسم، لازم الماده الوراثيه دي تتضاعف وكده، فمسؤوله عن السيل ديفيجن ومسؤوله عن الصفات بتاعتنا. طيب تاني حاجه موجوده جواها اسمها النيوكليولس. النيوكليولس مسؤول عن تصنيع الريبوزومز سب يونت، تمام. طيب كده خلصنا كلامنا عن السيل ممبرين والنيوكليوس. تالت ستراكشر موجود عندنا اسمه الرف اندوبلازميك ريتيكولم. تعالى كده اكتبها لك، اسمها الرف اندوبلازميك ريتيكولم. رف يعني خشن، يعني السطح بتاعه بيكون خشن، تمام، اسمه رف. انتوبلازميك ريتيكولم يعني شبكه انتوبلازميه، انتوبلازميك يعني انتوبلازميه، وريتيكولم يعني شبكه، فده معناها الشبكه الاندوبلازميه الخشنه. دي يا ولاد شكلها بيكون عامل بالظبط كده زي الشبكه، تمام. واتسمت رف ليه او خشنه ليه؟ لان لما بصينا عليها تحت الميكروسكوب لقينا ان موجود عليها نقط كده سمراء او نقط خشنه، نقط غامقه كده تحت الميكروسكوب، تمام. النقط دي بعدين اكتشفنا ان هي دي الريبوزومز. فاكر الريبوزوم؟ اما قلت لك من شويه ان الريبوزوم المواد الاساسيه في تصنيعه اللي هي السبيونس بتاعته بتتصنع في النيوكليوس. الريبوزوم ده بقى نفسه هو موجود على سطح الرف اندوبلازميك ريتيكولم، تمام. طيب ايه بقى يا دكتور وظيفه الرف اندوبلازميك ريتيكولم؟ وظيفتها هي دي اهم كلمه، البروتين سينسس. البروتين سينسس يعني تصنيع البروتين، هي المسؤوله عن تصنيع البروتين جوه الخليه، تمام. الريبوزومز اللي موجوده جوه الرف اندوبلازميك ريتيكولم هي المسؤوله عن تصنيع البروتين، تمام. طيب بعد كده عندنا حاجه اللي هي لونها ازرق كده، دي اسمها سموز اندوبلازميك ريتيكولم. الفرق ان دي سموز يعني ناعمه، بتلاقينا شكلها كده ناعمه مش خشنه زي اللي فاتت، ما عليهاش ريبوزومز، عشان كده بتكون ناعمه، بتكون سموز. السموز اندوبلازميك ريتيكولم الوظيفه بتاعتها يا اولاد هي الليبيد سينسس، يعني تصنيع الدهون. يبقى انت باختصار الرف اندوبلازميك ريتيكولم، الرف الخشنه مسؤوله عن تصنيع البروتين، اما السموث اندوبلازميك ريتيكولم مسؤوله عن الليبيد سينسس. وافتكر الرف بروتين، الرف بالار مسؤول عن تصنيع البروتين، تمام. بعد كده هنتكلم عن الجولجي اباريتس. جولجي اباريتس
طيب ايه بقى الجولجي اباريتس ده؟ ده فكرته ببساطه ان انت دلوقتي الراف اندوبلازميك كريتيكولم طلعت لي بروتين، والسموث اندوبلازميك كريتيكولم طلعت لي ليبيد. البروتين والدهون دي انا محتاج ان انا حرفيا كده اعبيها في اكياس، اجيب كيس كده واعبي البروتين او الليبيد ده فيها، عشان لما احاول مثلا انا يعني اطلع البروتين ده لبره الخليه، او او جاي على الفيزيكال ده او الكيس ده، واقوم فتحه بالشكل ده واطلع الحاجه لبره الخليه. تمام. فانا دلوقتي محتاج ان انا اعبي البروتين او الليبيد دوت جوه فيزيكال او جوه كيس. تمام. فالفكره بتاعه الجولجي اباريتس هو المسؤول بقى عن العمليه دي، عن الباكج، ان بيعمل باكج حرفيا كانه بيعبي البروتين والليبيد اللي جاي من السموز والرافر اندوبلازميك كريتيكولم جوه فيزيكلز، جوه كيس. تمام. فانت افتكر الوظيفه بتاعت الجولجي هو الباكج. تاني حاجه هي الموديفيكيشن، ممكن يعدل على الدهون او البروتين. فالخلاصه ان الجولجي اباريتس مسؤول عن الموديفيكيشن والباكج بتاع البروتين والليبيد. تمام. ده كده الجولجي اباريتس. طيب بعد كده انا الحاجه اللي بعد كده يعتبر قلتها لك هي الفيزيكلز. دي اسمها فيزيكال. فيزيكال يعني حويصله. الحويصله دي مسؤوله عن انها بيتحط جواها حاجات معينه زي البروتين زي الليبيد. بعدين تيجي الفيزيكال دي على السيل ممبرين وتبدا تخرج الحاجه اللي موجوده جواها. تمام. طيب بعد كده عندي اللايزوزوم. اللايزوزوم ده بيكون موجود جواه دايجستيف انزيمز. دايجستيف انزيمز يعني انزيمات هاضمه. الانزيمات دي مسؤوله عن ان مثلا وليكن انك في حاجه معينه جوه الخليه دي بقت قديمه، بقى لها فتره، حصل لها ايدجنج او كبرت، او اي مخلفات في الخليه بتخش جوه اللايزوزومز ونبدا نتخلص منها. تمام. اللايزوم مسؤول عن انك لو في عندك اي دبريز، اي ويست برودكتس، اي حاجه مش كويسه تخش جوه اللايزومز، ومع الحموضه العاليه دي تبدا تهضمها وتتخلص منها. الحاجه اللي عندي بعد كده ودي مهمه قوي اسمها الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي هي مصنع الطاقه جوه الخليه، هي المسؤوله عن ان انت تنتج الاي تي بي اللي هو عمله الطاقه في جسمنا. تمام. فالميتوكوندريا بيخش لها مثلا الجلوكوز ومعاه اكسجين، وتبدا تطلع لك اي تي بي، تبدا تطلع لك طاقه. تمام. فالميتوكوندريا الخلاصه انها مسؤوله عن الانرجي برودكشن، عن انتاج الطاقه جوه الخليه. وده مهم جدا ودايما بيسال فيه، يقول لك ايه الحاجه مسؤوله عن الانرجي برودكشن، تقول له ان دي هي الميتوكوندريا. بعد كده في حاجه يعني برضو موجوده عندك اسمها السيتوسكيلتون. السيتوسكيلتون، سكيلتون يعني هيكل، ده الهيكل بتاع الخليه. يعني ايه؟ عباره عن هيكل كده زي بالظبط تقدر تعتبره الحديد الصلب بتاع الخليه. الخليه دي لازم كانها قلعه. القلعه ما ينفعش تكون من غير حديد، من غير حاجه تدعمها. تمام. فالحديد الصلب اللي بيدعم الجدار بتاعها واللي بيدعم الخليه عموما ويديها الشكل المميز بتاعها اسمه سايتو سكيلتون. سايتوسكيلتون. تمام. يعني حبيت اوريك شكله برضو. ده كده الشكل بتاعه عباره عن مايكرو فيلامنتس ومايكرو تيبيولز. الحاجات اللي هي لونها ازرق ولونها بينك كده دي زي ما قلت لك بالظبط كده شبه الحديد اللي بيدعم الخليه. يلا بقى نقرا الكلام موجود عندنا. بيقول لك اول حاجه موجوده في الخليه هي السيل او البلازما ممبرين. السيل ممبرين او ليه اسم تاني اسمه البلازما ممبرين. البلازما ممبرين نتيجه لان الخليه جواها البلازما. تمام. فعشان كده تسمى السيل ممبرين الغشاء بتاع الخليه او البلازما ممبرين. تمام. طيب ايه السيل ممبرين ده؟ هو عباره عن الاستيك يعني مرن. الغشاء بتاع الخليه بيكون مرن. سيمي بيرمابل ستراكشر. سيمي بيرمابل يعني شبه منفذ، يعني بيخلي حاجات تعدي وحاجات تانية ما بتعديش. تمام. وبتكون من ايه؟ بتكون من ليبيد باي لاير او دبل لاير. دبل لاير او ليبيد باي لاير يعني عباره عن طبقتين من الدهون، اسمه ليبيد باي لاير. ليبيد باي لاير يعني طبقتين من الدهون. تمام. او دبل لاير اوف ليبيد مولكيولز، طبقتين من الدهون. تمام. طبقتين زي ما انا كنت وريتك في الرسم من شويه. تمام. وبيكون فيها شويه بروتينات موجوده في النص. تمام. اللي هي حاجه هقول لها كمان شويه اسمها الانتجرال بروتين والبريفرال بروتينز. وبيكون طبعا فيري ثين، بيكون رفيع جدا. التخن بتاعه بيكون حوالي من 75 ل 100 انستجرام. الانستجرام ده عباره عن 10 اس سالب 10 من المتر، يعني جزء اصغر من المليار. يعني المليار 10 اس سالب 9، لا ده جزء اصغر من كده كمان. تمام. فحاجه صغيره جدا.
وبيقول لك ان هو دايناميك ستراكشر، يعني تركيب متغير، دايناميك متغير، وكونستانتلي رينيود يعني بيحصل له تجديد باستمرار. طيب انا ايه اللي يهمني في التعريف اكتر حاجه واللي بتسال فيها؟ ان هو عباره عن سيمي بيرمبل، يعني شبه منفذ، بيعدي بعض الايونات وايونات تانية لا، بيعدي حاجات وحاجات تانية لا، تمام. وان هو عباره عن دبل لاير اوف ليبيد او ليبيد باي لاير، ان هو عباره عن طبقتين من الدهون. دي اهم حاجه تكون عارفها عنه. طيب السيل ممبرين بيتكون من ايه؟ السيل ممبرين بيتكون من 3 حاجات، بيتكون من بروتين وكربوهيدرات وليبيد، تمام. النسبه بتاعتهم بس تكون عارفها ان البروتين نسبته مثلا 55%، الكربوهيدرات نسبته 3%، والليبيد 42%، تمام. والدهون اللي موجوده في السيل ممبرين هقول لك دلوقتي انها عباره عن الفوسفوليبيد، تمام. حتى انا هقول لك ان السيل ممبرين عباره عن فوسفوليبيد باي لاير، تمام. وده هوضح لك اكتر تحت، تمام. وبيتكون من كوليسترول، وده برضه هقول لك موجود فين. وعندك برضه شويه حاجات تانية، تمام. طيب نتكلم بقى عن الستراكشرز بتاعه السيل ممبرين. انا قلت لك انه بيتكون من بروتين وليبيد وكربوهيدرات. نتكلم كده اول حاجه عن الليبيد. الليبيد يعني الدهون. السيل ممبرين بيتكون من جزء من الدهون، وده بيمثل جزء محترم جدا منه، تمام. بيقول لك ان هو عباره عن ليبيد باي لاير، ليبيد باي لاير او تو لايرز. باي لاير يعني عباره عن طبقتين، لو انا بصيت عليه هلاقيه مش طبقه واحده، هلاقيه طبقتين، وده انا قلته لك، تمام. طيب ايه الفكره ببساطه؟ ان السيل ممبرين يكون بيتكون من ليبيد، ان يكون بيتكون من دهون، ده بيديلك ميزتين. اول ميزه هي فكره الفلكسبيليتي. الفلكسبيليتي يعني المرونه، ان السيل ممبرين يكون مرن، ما يبقاش قوي جدا فيتكسر، او يكون هش جدا فيبقى برضو ده حاجه مش كويسه، تمام. بقول لك ان في بعض الحاجات في الليبيد بتديله مرونه وصلابه، تمام. فالسيل ممبرين بتحس ان هو مرن، بمعنى ان هو مش قوي جدا لدرجه ان هو يكون يعني يتكسر بسهوله، او ان هو ضعيف جدا وهش، تمام. فبيكون فليكسبل، تمام. تاني حاجه وهي السلكتيف بيرميبيليتي. السلكتيف بيرميبيليتي اللي هي النفاذيه الاختياريه، ودي مهمه قوي. ان السيل ممبرين دي خليه بيسمح ان يمرر حاجات، وحاجات تانية يقول لها لا، انت مش هتعدي، تمام. دي من الحاجات المهمه جدا. بعد كده هنتكلم عن تقسيمه الليبيدز اللي موجوده في السيل ممبرين. السيل ممبرين فيه نوعين من الدهون، حاجه اسمها فوسفوليبيد وحاجه اسمها كوليسترول، تمام. طيب تعال نتكلم اول حاجه عن الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد يا ولاد ببساطه، لو انت بصيت على الرسمه دي مثلا هتلاقي ان في عندك حاجه كده شبه الدبوس بالظبط. الحاجه دي، تمام، شبه الدبوس، ليها هيد، راس، وليها تيل. هتلاقي في دبوس مقابل ليه هيد بالشكل ده، وليه تيل، تمام. طيب ايه ده بقى؟ ده ببساطه الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد بيكون عباره عن حاجه كده شبه الدبوس بالظبط، بيكون ليها هيد يعني راس، وبيكون ليها تيل يعني ديل، تمام. طيب الهيد، الراس دي بتكون محبه للميه، بتكون هيدروفيليك. طيب يعني ايه هيدروفيليك؟ هيدرو يعني ميه، فيليك يعني محب، فهيدروفيليك يعني محبه للميه. فالراس بتاعه السيل ممبرين بتكون هيدروفيليك يعني بتكون محبه للميه، تمام. اما التيل ده بيكون هيدروفوبيك. فوبيك يعني كاره، هيدرو يعني ميه، فهيدروفوبيك يعني كاره للمياه، تمام. فالهيد بتاع السيل ممبرين بيكون هيدروفيليك، اما التيل بيكون هيدروفوبيك، تمام. نفس الكلام هنا، الهيد دي بيكون هيدروفيليك، اما التيل بيكون هيدروفوبيك، تمام. وتلاقي ان الشكل بيكون عامل كده بالظبط. ده هيد بعدين طالع منها تيل، وده هيد تانية طالع منها تيل، والاتنين مقابلين لبعض، تمام. فلو انت عندك خليه مثلا بالشكل ده، تمام، دي خليه، فانا خدت قطاع منها من هنا بالظبط كده، هيديني المنظر ده. هتلاقي ان ده الجزء الخارجي، ده اللي بره، تمام، ده الجزء الخارجي، تمام، والجوه ده الجزء الداخلي، تمام. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الفوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز عندك هيد وعندك تيل. الهيد بيكون موجود عليها فوسفيت جروب. مش انا قلت لك ان هي اسمها فوسفوليبيدز؟ ليه اتسمت فوسفوليبيدز؟ لان الفوسفوليبيدز بيكون فيها مجموعه الفوسفيت، فيها الفوسفيت جروب البي او 4. البي او 4 مجموعه الفوسفيت دي، مجموعه الفوسفيت بتكون شايله شحنه سالبه. وخليك عارف قاعده ان اي حاجه شايله شحنه بتدوب في الميه. بتدوب في الميه يعني هيدروفيليك، تمام. فمعنى ان هي شايله شحنه ده اللي بيخليها هيدروفيليك او بتحب الميه، تمام.
فعشان كده بقول لك ان الهيد بتكون شايله شحنه، عشان كده بتكون هيدروفيليك او محب الميه، وهي الموست اكستيريور بارت، هو الجزء الخارجي، اكستيريور يعني خارجي، تمام. وبيلافز الووتر زي ما قلت لك. وبتكون تشارجد يعني فيها شحنه، او بولر. تشارجد يعني بولر، بولر يعني قطبيه، يعني برضو شايله اقطاب، قطب كده اللي هو زي موجب او سالب، اللي هو يعني من الاخر شايله شحنه، تمام. طيب اما التيل لا، التيل يا باشا ده اعكس بالظبط. التيل بيكون هيدروفوبيك يعني كاره للميه، وده الجزء الداخلي. الجزء الداخلي بيكون هيدروفوبيك، الجزء الخارجي هيدروفيليك بكل بساطه، تمام. فيقول لك ان التيل عباره عن تو فري فاتي اسيدز اوف تو تشينز، عباره عن احماض دهنيه يعني حره بتتكون من تو تشينز، يعني طبقتين او تو تشينز كده زي سلسلتين، تمام. وبيقول لك ان هم بيكونوا انتيريورلي يعني داخلي، في الداخل، في الجزء الداخلي من السيل ممبرين، تمام. وبيكونوا هيدروفوبيك يعني كاره للميه، يعني هيتس ووتر زي ما قلت لك. وبيكونوا انشارجد او نون بولر، ما فيش عليه شحنات، ما فيش عليه شحنات، اللي هو انشارجد او نون بولر، ما فيش عليه اقطاب، ما فيش عليه شحنات، تمام. فالخلاصه الكلمه اللي تهمك ان والله الهيد هيدروفيليك، التيل هيدروفوبيك، ده اللي يهمني، تمام. بس فعشان كده بقول لك ان الوان هيد والتيل اوف فوسفوليبيد مولكيول، لو انت جبت دبوس واحد من ده كده، هيد مع تيل، بيتسمى امفيباثيك. امفي يعني اتنين، يعني مزدوج. باثيك يعني طبيعه، يعني مزدوج الطبيعه. يعني ببساطه الجزء الخارجي بتاعه طبيعته انه بيحب الميه، والجزء الداخلي طبيعته انه بيكره الميه، عشان كده اسمه امفيباثيك، تمام. فاحنا كده اتكلمنا عن الفوسفوليبيدز، ودي التركيب الاساسي بتاع السيمبرين. انا بقول لك السيمبرين عباره عن فوسفوليبيد باي لاير. طيب تاني حاجه في السيمبرين هي عباره عن الكوليسترول. الكوليسترول طبعا انت سمعت الاسم ده قبل كده. الكوليسترول برضو من الحاجات الموجوده في السيمبرين. طيب ايه لازمته؟ لو انت بصيت هتلاقي ان في عندك جزيئات، تمام، اللي هو باللون الاخضر ده، الجزيئات دي، تمام، عامله كده. تقدر تعتبر ان الكوليسترول ده من الحاجات اللي بتدعم السيل ممبرين، بتدعمه، بتخليه اقوى، تمام، بتخليه اقوى، وبتديله سنه ريجيديتي كده، يخليه اقوى شويه، تمام. فدي فكره الكوليسترول. بيقول لك ان الكوليسترول عباره عن حاجه امبيدد ان فوسفوريد بايلير. امبيدد يعني كانه داخل جواه. فلما اقول لك ان هو امبيدد جوه الفوسفوليبيد بايلير، يعني عندك ده كده طبقه الفوسفوليبيد، والفوسفوليبيد هو بيكون امبيدد يعني في الجزء الداخلي، موجود جوه كده، تمام. بس طيب الكوليسترول طبعا ده عباره عن دهون، وبالتالي هو هيدروفوبيك، تمام. وده مهمته ايه؟ بيدي الخليه تافنس، يعني بيخلي الخليه ناشفه شويه، ما تبقاش تو لوز، ما تبقاش طريه جدا، لا بتديها سنه نشفان بحيث انها تحافظ على نفسها. تاني حاجة انه بيأثر على البرمابيلتي. البرمابيلتي يعني مرور المواد من خلال السيل ممبرين. ان عندي مثلا دي الخلية، ده الجزء الداخلي، عشان حاجة تخش جوه الخلية او حاجة تطلع، دي اسمها برمابيلتي، تمام. فهو عامة يعني بيقلل البرمابيلتي، يعني بيقلل مرور المواد للخلية، يعني بيقلل مثلا دخول المية جوه الخلية. وده مهم عشان ينظم بقى الدنيا، ما تبقاش اي حاجة بتخش وتطلع، لا هو انا بقلل الموضوع ده شوية بحيث ان انا الدنيا تكون منظمة اكتر، تمام. فهو الخلاصة ان هو بيحافظ على الخلية انها ما تبقاش ناشفه زياده، وانها ما تبقاش طريه بزياده. وتاني حاجه ان هو بيأثر على البرميابيليتي، اللي هي مرور المواد من خلال السيل ممبرين. طيب هنتكلم دلوقتي عن تاني حاجه وهي البروتين. السيل ممبرين بيتكون من بعض البروتينات موجوده في السيل ممبرين، تمام. البروتينات يا ولاد ببساطه احنا بنقسمها لانتجرال بروتينز وسيبريت بروتينز او بريفرال. طيب ايه الفرق بين الانتجرال والبريفرال؟ انتجرال وبريفرال، بص، انتجرال بروتينز ده عباره عن بروتينات بتخترق السيل ممبرين بالكامل. يعني لو انت بصيت على الرسمه دي كده هتلاقي ان في بروتين باللون البينك او اللون البنفسجي، اللي هو البروتين ده هتلاقيه مخترق السيل ممبرين كله، تمام. ده بيتسمى انتجرال بروتين، تمام. اما البريفرال يعني على البريفري، على الجزء الخارجي، هتلاقيه موجود على السيل ممبرين من بره، تمام. هتلاقي ان عندك بروتين مثلا زي ده كده، ده بيتسمى بريفرال بروتين. او عادي من جوه الخليه برضو، ان هو يكون في الجزء الخارجي او الداخلي من الخليه، ما يكونش بيخترق السيل ممبرين، ده برضو بيتسمى بريفرال بروتين، اللي هو ده، تمام. ده برضو بيتسمى بريفرال بروتين، تمام. اما الانتجرال بروتين ده البروتين اللي بيخترق السيل ممبرين بالكامل، بيتسمى انتجرال بروتين. طيب واحده واحده كده يا دكتور، ايه لازمه البريفرال بروتين والانتجرال بروتين؟ الانتجرال بروتين عباره عن بروتينات بتخترق السيل ممبرين، وبالتالي بتعمل كقناه ان الخليه تقدر تشتغل دي كبوابه تتحكم ايه اللي يخش الخليه
وايه اللي يطلع بره الخليه. تمام، تشتغل كبوابه او كقناه او كمضخه ايا كان، المهم انها بوابه بتخلي مواد تدخل الخليه ومواد تخرج الخليه. تمام، زي ايونات، زي حاجات تانية كتير. تمام. طيب دي اول حاجه انها تكون انتجرال بروتين، ودي بتكون انتجريتد السيل ممبرين، يعني بتكون مخترقه السيل ممبرين بالكامل. تاني حاجه البريفرال بروتينز. البريفرال بروتينز مهمتها الاساسيه هي فكره السبورت انها تدعم الخليه، ان الخليه برضو تحافظ على شكلها وانها تفضل قويه زي ما قلت لك، ده بروتين وبالتالي بيديها طبعا السبورت. تاني حاجه ان بريفر بروتين، لو انت عندك ده مثلا بريفر بروتين ممكن يمسك في السيتوسكيلتون. في عندك حاجه اسمها سيتوسكيلتون، سيتوسكيلتون. تمام، دي من الحاجات اللي برضو بتدعم الخليه. تعالى يلا نقرا الكلام موجود عندنا. بيقول لك البروتينز في عندك نوعين من البروتينز، عندك الانتجرال بروتين والبريفرال بروتين. الانتجرال ليها اسم تاني اسمها الجلوبولار بروتينز. تمام، دي البروتينات اللي بتخترق السيل ممبرين بالكامل. تمام، اسمها الجلوبولار او الانتجرال، دي بتوكيباي الهول ثيكنس، يعني تخترق السيل ممبرين بالكامل. تمام. اما النوع الثاني اللي اسمه السيبريت او البريفرال بروتين، دي سيبريت يعني منفصله، او بريفرال يعني طرفيه، موجوده على طرفي الغشاء الخلوي سواء الطرف الخارجي او الطرف الداخلي، اسمها البريفرال بروتين. تمام، دي بتكون موجوده ات سايتس. تمام. فدي بالنسبه لي البريفرال. بعدين في هنا بيكلمك على جزء الشحنات. طيب موضوع الشحنات هنا بسيط جدا. بص، انا قلت لك من شويه ان السيل ممبرين عباره عن هيد وتيل. يعني لو انا بصيت على الرسمه دي كده بمنظور اصغر شويه، تمام، هلاقي ان والله ده كده هيد وده كده تيل، وده تيل ودي هيد بالشكل ده. تمام، الجزء بتاع الهيد بيكون هيدروفيليك يعني محب الميه، والجزء ده هيدروفيليك. وده منطقي جدا لان الخليه يا ولاد من بره، الخليه من بره الخليه بتلاقي عندك ميه، ده بره الخليه بيكون في عندك ميه، ومن جوه الخليه في ميه اللي هي السيتوبلازم. فلازم يكون الجزء المواجه للميه يكون محب للميه، يكون هيدروفيليك، ده الجزء الخارجي. اما الجزء الداخلي بتاع التيل ده كده بيكون هيدروفوبيك. تمام، احنا كده بنراجع تاني على جزء الشحنات او على جزء الذوبان بتاع الخليه. تمام، هي بتحب ايه اكتر؟ فهي الخليه الجزء الخارجي منها، الجزء الخارجي سواء المواجه ليه السيتوبلازم او المواجه للخلايا من بره، ده بيدوب في الميه اسمه هيدروفيليك، اما الجزء الداخلي بيكون هيدروفوبيك. نفس الكلام بالنسبه للانتجرال بروتين. الانتجرال بروتين بما انه بيخترق السيل ممبرين فهو بياخد نفس الطبيعه بتاعته. الجزء الخارجي من الانتجرال بروتين، الجزء الخارجي بالشكل ده بيكون هيدروفيليك، الجزء الخارجي. تمام، الجزء اللي هو الطرفي منه سواء بره او جوه، يعني الجزء ده برضو نفس الكلام بيكون هيدروفيليك. اما الجزء الداخلي من جوه بقى، الجزء ده، تمام، الجزء ده كده بيكون هيدروفوبيك، الجزء اللي في النص بيكون هيدروفوبيك زي السيل ممبرين بالظبط. فده اللي بيقول لك هنا، بيقول لك والله عندك البروتينز دي بتتقسم ل انتيريور واكستيريور. تمام، او انتيريور واوتر، انتيريور يعني داخلي، اوتر او اكستيريور يعني خارجي. تمام، الجزء الداخلي اللي هو اللي في النص ده من الانتجرال بروتين، ركز الكلام ده ينطبق على الانتجرال بروتين النوع الاول، شد زي كده واكتب ان ده تبع النوع الاول. تمام، الجزء الداخلي بيكون انشارجد وهيدروفوبيك، مش شايل شحنات وهيدروفوبيك، كاره الميه، نفس طبيعه السيل ممبرين بالظبط. تمام، اما الجزء الخارجي ده بيكون شارجد وهيدروفيليك، زي ما قلت لك بياخد نفس الطبيعه بتاعه الفوسفوليبيدز، نفس الطبيعه بتاعه الفوسفوليبيدز اللي لسه بكلمك عنها. تمام.